هي اللوتري اللي لسه ما فتحتش لحد دلوقتي، هي مش تفتح كده السنه دي ولا ايه؟ يعني هل سنه 2027 مش هيبقى فيه هجره عشوائيه؟ الناس عماله تسال هل كده خلاص ما فيش لوتري، اللوتري هتتلغي؟ اصل هي كان المفروض بتفتح اصلا في شهر اكتوبر، ما فتحتش خالص، حصل تاجيلات وقالوا ان في حاجات جديده هتضاف، ومن ساعتها احنا النهارده اهو في شهر 12 ما شفناش اي هجره خالص. فالناس بقى اللي طالعه تقول ان الهجره هتتلغي وكده، انا احب ارد على الناس دي. الهجره لحد دلوقتي مفيش اي بيان رسمي ان هي اتلغت خالص خالص. مفيش اي حاجه خالص بتقول ان الهجره العشوائيه اتلغت. تمام؟ ده معناه ايه؟ انا لسه مراجع، كنت كل يوم يعني بخش اكشف على السايت كل يومين ثلاثه كده، بخش اشوف ايه النظام كده علشان خاطر بقى عارف هل في هجره السنه دي، هل الهجره كده اتلغت ولا ايه. وبقعد اتابع المعلومات بتاعتهم. هم طلعوا وقالوا بعض الحاجات الجديده اللي احنا متكلمين عليها في الفيديوهات اللي فاتت. ده معناه ان هم ما قالوش، ما حدش طلع صرح وقال ان ما فيش كده السنه دي لوتري. طيب، من 20 ساعة أنا لسه داخل باصص، أو من 21 ساعة بالظبط من وقت تصوير الفيديو ده، كان لسه في تحديث على الموقع كان بيتم عليه التحديثات. الناس اللي بتحاول تخش على الموقع وبتلاقيه مش شغال، او يجيب لهم مثلا شاشة سوداء او شاشة بيضاء وما يبقاش راضي يحمل، ده معناه ان لسه في تحديثات على الموقع. هم السنة دي في حاجات كتيرة كتير هتضاف، في حاجات جديدة كتير هتضاف. زي ايه؟ زي موضوع $1 اللي المفروض كل واحد يدفعه each entry، يعني انت علشان تقدم هتدفع دولار، فده علشان يضيف لك الخانة دي على الموقع وتقبل الدفع من كل انحاء العالم. دي مش سهله طبعا. وبعدين ما تنساش ان كان في اغلاق طول المده اللي فاتت دي، وهم لسه فاتحين ما بقالهمش يعني كام اسبوع. فمش هيلحقوا ان هم يعملوا التحديثات دي بسرعه على السايت يعني. بس وفي من ضمن الحاجات اللي بيعملوها ان طبعا الهجره هتبقى لازم شرط الباسبور. السنين اللي فاتت كلها، يعني السنين اللي فاتت ايام ترامب، السنين اللي فاتت اللي هو ابتداء من 2016، كنت لما بتيجي تقدم بيقولك بس انا عايز الباسبورت نمبر، رقم الباسبور. لا، السنه دي هو بيقولك انا عايزك تحط لي صوره الباسبور. طيب، في ناس بتسالني يا علي هو هيحط لي، هيعوز مثلا صوره الباسبور دي انا اصورها له PDF عادي، ولا لازم تبقى جي بيج، وهل بطريقه معينه ولا ايه؟ الحقيقه لسه مفيش اي اجابه خالص اعرف اجاوبها عليكم لحد دلوقتي، لان هما لسه ما طلعوش كراسه الشروط. طيب، بالنسبه للصوره يا علي، مواصفات الصوره هتبقى زي كل سنه، ولا هيبقى في مثلا تعديلات زياده هيقولوها، زي مثلا التعديل اللي هم كانوا قالوه؟ او هو مش تعديل، هم كانوا في حد من وزاره الخارجيه الامريكيه طلع قال يستحسن وانت بتتصور بلاش تبقى بدقن، تبقى شارب كده، دقنك كده تبقى لسه حالقها قبل ما تتصور. ده مش لازم يعني، ده مش اكيد. هو قال لك preferred يعني يفضل، هو مش لازم ولكن يفضل. بس ده التعديل الوحيد اللي كان اتقال عن الصوره. هل في علي تعديلات اخرى؟ لحد دلوقتي اقول لك لسه مش عارفين. طب هنعرف امتى يا علي؟ لما كراسة الشروط تطلع. طيب، في حالة يا جماعة ان ما فيش كراسة الشروط، ما طلعش كراسة الشروط لانهم فتحوا الهجرة على طول، هيبقى ايه الوضع؟ الوضع ساعتها هيبقى زي كل سنة، ما فيش اي مشكله خالص. يعني الناس اللي متصوره من غير فوتوشوب، كل الكلام ده كل ده يمشي تمام خالص، لانك هتبقى ساعتها نفس المواصفات دي زي كل سنه، يعني مفيش اي تعديلات جديده خالص عن الصوره. اما في حاله لو طلعوا كراسه شروط وعملوا تعديلات جديده، ساعتها هتضطر انت لو عامل الصوره ان انت تروح تغيرها بالصوره الجديده، ولكن انا ما اعتقدش يعني. وحاجه برضو من ضمن الحاجات اللي قالوها، هم كانوا قالوا ان الهجره هتفتح قريب وان بيتم تحديثات على الموقع. دي اول حاجه كانوا قالوها. بعد كده قالوا يا جماعه ما تقلقوش، الناس اللي بتسال النتيجه هتطلع امتى، النتيجه هتطلع في شهر 5 زي ما هي. طيب، هنا بقى يعني بيثيرني الفضول ان انا اسال سؤال، طب ازاي انتوا هتلحقوا تطلعوا النتيجه في 5 شهور بس؟ ما انت لما تقدم في شهر 12 هتطلعها في شهر 5؟ طب يعني مش عارف بصراحة، ما عنديش اي معلومات، ومفيش حد عنده اي معلومات خالص، لان احنا لسه مش عارفين حاجة. هم لسه ما طلعوش حاجة خاصة بالموضوع ده. كل حاجة هم مطلعينها احنا متكلمين عليها في الفيديوهات اللي فاتت، ولكن هي مش حاجات مباشرة. مش عارفين لسه هي هتفتح امتى. طب هل ممكن ان هي يا علي لو دخلنا مثلا في شهر واحد وهي لسه ما فتحتش، هل كده هتفتح؟ بص، لو عدى شهر واحد مش عارف بصراحة يعني بص، هي ممكن تفتح في شهر واحد، لكن لو شهر واحد خلص اعتقد كده بنسبة كبيرة مش هيبقى فيه لوتري السنة دي. يعني بس علشان انهيلكوا الليلة، ولكن اللي انا جاي ابشره لك ان كان فيه تعديلات على الموقع بيتم التحديث عليه، او الشغل عليه بيشتغلوا عليه من 21 ساعة بالظبط من وقت تصوير الفيديو ده. يعني ان هم شغالين اهو على الموقع. تمام، فده مؤشر حلو جدا. ده معناه ايه؟ ان الهجرة خلاص هتفتح قريب. يعني عد تنازلي، احنا بنعد عد تنازلي كده، وهتبص فجأة تلاقي الهجرة فتحت. طب هل هيقولوا قبلها ولا هنتفاجئ هنلاقيها فتحت بس؟ الله اعلم. خلينا دايما متابعين وانا متابع معاكم، ولو في اي حاجة هطلع واقولها لكم. طيب يا علي، وقت الهجرة هيبقى زي كل سنة
30 يوم لا، غالبا المتوقع انها هتبقى من 10 ل 15 يوم. الوقت اللي الهجرة هتبقى فاتحة فيه من 10 ايام ل 15 يوم، ده الافيلابيليتي. اوكي، يعني السايت هتقدر ان انت تقدم من 10 ل 15 يوم، بعد كده هتقفل، يعني مش هتفضل قاعده. هم كانوا متكلمين قبلها وقالوا ان هي هتفتح شهر اكتوبر اللي فات ده يوم 3 اكتوبر وهتقفل 7 نوفمبر. طبعا حصل اغلاق والقصه اللي احنا عارفينها، فكل حاجه اتلخبطت واتدربكت، وعلشان كده احنا مش عارفين لسه هي هتفتح امتى لحد دلوقتي، لان زي ما بقول لك حكايه الاغلاق دي عكت كل حاجه، فاحنا مبقاش عندنا اي معلومات. وهم الظاهر ان هم لسه ما يقدرش يقول لك هي هتفتح امتى، لان في حاجات هم لسه بيعملوها، فهو مش عارف هم هيخلصوا امتى. علشان كده ما طلعش قال لنا بيان رسمي هي هتفتح امتى بس. ولكن خلينا كده متابعين مع بعض. انت عامل اللي عليك، معاك باسبورك. الباسبور اهم حاجه يبقى ثاري اثناء التقديم، مش مهم هيخلص مثلا في شهر 2 شهر 3، مش مهم، اهم حاجه وانت بتقدم بيه يبقى الباسبور ثاري. طب يا علي لو كسبت بس الباسبور خلص قبل المقابله هعمل ايه؟ هتروح تطلع باسبور جديد، وفي المقابله هتاخد الاتنين باسبور، اللي انت قدمت بيه اللي هو الخلص والجديد، مفيش اي مشكله خالص، محدش يقلق من الموضوع ده. بس خلينا متابعين مع بعض وخير ان شاء الله. بس هي انا اعتقد ان هي لازم هتفتح السنه دي، يعني اعتقد هي هتفتح يا شهر 12 يا شهر واحد. طبعا هي يعني ما تقلقوش خالص، هي ممكن تفتح في نص واحد، لان زي ما بقول لك هي مش هتلتزم بميعاد معين، لان هي هتفتح من 10 ل 15 يوم، فمش هتطول، فمش هتفرق معاهم. وهم قالوا ان النتيجه هتطلع، كانوا مطلعين بقى بيان وقالوا ان ما حدش يقلق يا جماعه، لان النتيجه هتطلع في شهر 5 عادي خالص، مش هيبقى في اي تاجيل في النتيجه. ده ازاي؟ انا كعلي ما اعرفش بصراحه، انا بقول لكم اللي اتقال منهم بس. طبعا كل المعلومات اللي انا جايبها دي من على لسان وزاره الخارجيه الامريكيه، علشان اللي هيسال عن هيقول لي المصادر ايه بس. وطبعا في بعض المعلومات اللي انا قلتها في الفيديوهات اللي فاتت كنت جايبها عن طريق صحف اللي هي زي واشنطن بوست ونيويورك تايمز، كانوا متكلمين وناشرين بعض المعلومات اللي انا كنت بقولها لكم الفيديوهات اللي فاتت. فانا كل فيديو قايل المصدر، يعني ما تقلقوش بس. اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو، السلام عليكم.